اسمع يا ابو محمد، الحين انت منك تبي تاخذ لك وحده دينه، وابو ياسر يقول، تخيل انه شو يقول ابو ياسر، يقول انا اذا ما عندها ما احترمها. شوف لاي درجه. لا 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 لا، انا هذا عندي وجهة نظري انا هو فكره ولا فكري انا غير حر يعني. بوجهه نظر. انا وجهه نظري الدين. لا نوادر اسمع يسوون اسمع سديس ما عنده عيال الله يحفظك، كان يستحي من زوجته ومطوع ما يسوي يا شيء. ابو ياسر لحظه ابو ياسر معليش اسمعني. في فرق بين هشك بشك تبي تجيب عيال، وفي فرق الهشك بشك اللي وش دخل العيال في الموضوع. خلاص اروح اخذ من السيارة وخلاص. حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت ما عندك حل، تتزوج زواج عادي طبيعي زي الناس وعادي يستانس، وش المشكلة؟ والله يا بنت الحلال لا تقنعيني لا تقنعيني، تريني عجريف انا. والله انا كلامك ابو ياسر، شفت انك تمام. أبو ياسر اسمع، أنت وأبو محمد اللي في البث، تدري إنه في كورسات يعطونها ما قبل الزواج، من ضمن فصول هذا الكورس لهشك بشك. والله يا أبو محمد وش بك عادي، بنت متزوجة أول مرة ما تعرف شيء تدخل كورس يعلمونها، وش المشكلة؟ الحين البنات يعرفون كل شيء، عارفات الكفت اعمارها. تعرف الكفت بس قدامك تسوي نفسها مستحية عشان ما تقول عنها. انت يا ابو محمد بالذات المفروض اللي تاخذك ما كأنها فعلا عشان ما تقول متمرسة فعلا انت ولا عارفة واحدة غيري تعرف هذه لها سوابق. انت بالذات يا ابو محمد المفروض لما تيجي تخطبها تلقاها قاعدة في المحراب تصلي. كلامك سليم يا أسيرة، صح انا معك. سألت السؤال لا ابو محمد، سألت اللي في انت البث. مشكلتك بس الهشك بالشك الله يسعدك. لا أنا ما عندي مشاكل، المشكلة عند ابو محمد. سراب فكيني من شرك يا سراب، فكيني من شرك.